السلام عليكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا سؤال من متابعة معانا زي ما انتوا شايفينه كده على الشاشة. انا هقرأه معاكم وهحاول ارد عليها على حاجة كده على قدي، وانتوا برضو لو شايفين حاجة كويسة ممكن تكتبوا لها في الكومنتات. هو السؤال زي ما احنا شايفينه معانا كده بيقول: معلش صاحبتي معاها مشكلة ومحتاجة مبلغ، تمام؟ وجات ليا تستلف مني، قلت معيش وعيطت وصعبت عليا. ينفع ابيع دبلتي اللي هي باقية من ذهبي واديها فلوس؟ وخايفة جوزي يعرف اني بعتها يبهدلني، هو عصبي اصلا. اصل هو طلبها مني في زنقة برضو وقلت له لا. اتصرف بعيد عني ومش عارفة اعمل ايه. هي تعمل حوالي 13,000 مثلا. ايه الحل؟ وشكرا واسفة على الاطالة. طيب رأيي انا كده المبدئي اللي على قد حاله ان مش هينفع تعملي كده من ورا جوزك، ده احتراما ليه. اما بقى ان دهبك اساسا ملكك وانتي حرة في التصرف فيه، واذن زوجك ده حاجة مش لازمة خالص، يعني مش ضرورية. لكن احتراما ليه مش هينفع تعملي كده من وراه، لازم تقعدي معاه وتتكلمي في المشكلة وتاخدي رأيه. ده اولا. ثانيا هنبص بقى على حاجة كده بسيطة في الموضوع. هل هي ليها حد تاني ممكن ان هي تتصرف منه، ولا مفيش غيرك؟ مفيش حد من اهلها، اصدقاء تانيين، معارف، اي حد تاني؟ دي حاجة مش اجبار عليكي، بس لو هي محتاجاه فعلا وحاجة ضرورية هنعرف مدى اهمية الحاجة اللي هي عايزة تستلف علشانها. لو حاجة من ضروريات الحياة اللي ما ينفعش تستغنى عنها يبقى تمام. هنفكر في ان لو انت بعتي الدبلة هتعرفي تعوضيها تاني، عشان الذهب اللي بيتباع بيبقى صعب تعويضه. لو هي محتاجة فعلا وحاجة ضرورية زي ما قلنا قبل كده ممكن تديهولها، دي حاجة تبقى طالعة منك لله. وطبعا ما تنسيش ان انت تعملي حاجة تضمن لك حقك، وصل امانة او رهان، طبعا حاجات زي ما ربنا امرنا بكده. كمان ممكن تتفقي معاها ان هي مثلا ممكن تاخد الدبلة عشان تاخدها دهب وتردها لك. آه، يعني زي ما وقت ما ربنا ييسرها معاها تردها لك بنفس المواصفات. يعني ان هي تاخدها دبلة جرام كذا عيار كذا تردها لك مع الزمن اول ما ربنا ييسرها معاها بنفس المواصفات بتاعتها. شوفي كده ايه اللي ينفع معاكي وايه الصح وايه الاحسن ليكي، واستخيري ربنا في الاول وفي الاخر واعملي اللي انتي تشوفيه صح. ولو اي حد يا جماعة شايف اي رأي تاني يكتبه لها في الكومنتات. مع السلامة، ما تنسونيش بقى في اللايك والشير واشتراك في القناة.